جبريل نزل. اول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نزل اخذ خطام ايش؟ البراق، وراح يربطه في سارية فربطه. ليه يا رسول؟ بيروح بينحاش. لماذا تربطه يا رسول الله؟ هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة، مو بعير. الرسول هنا كأنه يريد ان يقول يجب ان نفعل الاسباب مع توكلنا على الله جل في علاه. وفي الحديث الاخر بعدين اعقلها ايش؟ اعقلها وتوكل. اترك ناقتي ولا توكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. عقلها الناقة حتى لا تفلت ولا تذهب وانت متكل على الله جل في علاه. ولذلك فعل الاسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق، ولما ربطه نعم اربطه يا رسول الله حتى تعلم هذه الامة بالفطرة ان فعل السبب الذي لا يتعارض مع توكلنا على الله امر مطالب. وفي اخر الليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا اخر الليل المسجد من فيه الان؟ المسجد الاقصى اول شيء وقت ليل والمسجد مهجور. كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة، فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت، ولا عندهم احد يدخل هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الان فتح الباب ودخل جبريل. فوجئ النبي، انفجع النبي صلى الله عليه وسلم، لا المسجد مليان عن بكرة ابيه. التفت قال جبريل من هؤلاء؟ من ذولي؟ قال هؤلاء انبياء الله ورسله، كل الانبياء من لدن ادم الى عيسى عليه السلام. يقول الرسول فتبسم، جلس يناظر ادم ونوح ويونس وموسى وابراهيم وزكريا ويحيى، جميع الانبياء حضروا في هذا المسجد. لاحظوا هذا اللقاء اكبر لقاء تاريخي. جيبوا لي مؤتمر جمع فيه الانبياء هؤلاء. هذا اللقاء النبوي الكريم الذي اجتمع فيه انبياء الله ورسله في هذا المكان، والله ما سمعت الامة اجتماع في التاريخ مثل هذا الاجتماع العظيم. اتحدى احكوا لنا، اعطونا، قصوا علينا. بس هذا الاجتماع له معاني خطيرة، كأن الله يقول هنا فيه وحدة بشرية رغم سلسلة التاريخ المتتابعة، لكنهم يجتمعون على توحيد من؟ على توحيد الله. كأن الله يقول يا محمد آدم بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله، ونوح بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله، ويوسف بعث حتى يقول قولوا للناس لا اله الا الله. كأننا نجتمع على كلمة لا اله الا الله. وايضا نحترم حقوق البشرية بيننا البعض. ديننا دين النبي التقى بالانبياء، وراء الانبياء كلهم من لدن ادم الى عيسى عليهم السلام جميعا. سؤال، الرسول مو برحلة للسماء ولا لا؟ جاوب صح ولا لا؟ عندنا احنا اسراء وايش ومعراج. طيب لماذا الله جل وعلا، اول شيء ابى اسال سؤال قبل، ليش الانبياء هذول نازلين في الارض؟ ما بالرسول بيشوفهم في السماء؟ طيب ليش نزلوا في الارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا احد، لكن فيه رمز اهم، فيه شيء اعظم. طيب انت الان بترقى في السماء وبتشوف الانبياء، ليش نازلين ينتظرونك؟ فيه رمز انا اعتبره خطير، هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية. حنا يا محمد نسلمك الراية، نعطيك مهمة قيادة الامة، نعطيك مهمة مسؤولية الارض. يا محمد لك الارض تأخذها برايتها وتستلم انت قيادة الارض. تخيلوا هذا المعنى الكبير، هذا جدا ترى معنى حساس، معنى خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، تقول الانبياء لمحمد يا محمد خذ الراية. هذا المعنى، استلهموا ايها الاحبة. لا، وليس هذا فقط، بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدخل ويتلفت ويشوف اسماعيل جده وابراهيم عليه السلام، ثم صفت الانبياء صف كما تصفون صف الصلاة، صف على اليمين وصف على اليسار، فاذا بجبريل يتقدم، ثم يرجع الانبياء ويصفون صف ورا صف ورا صف ورا صف. الان يبون يصلون ركعتين، الانبياء واقفين بيصلون، ادم، ابراهيم، نوح، عيسى، موسى، يونس، جميع الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف وجبريل. فاذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي اماما بكل الانبياء. شرف امامة رسولكم يا جماعة، احمدوا الله الذي شرف هذه الامة.
احمد الله انك من امة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين، هذه الصلاة تشريف ولا تكليف؟ كلها تشريف وتكليف. هي تشريف لأمتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالأنبياء ووراهم جبريل معهم، وتكليف أنك يا محمد حملت راية الأرض وأنت مسؤول عنها، كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الأرض وحافظ عليها أمتك، موسى خذ يا محمد راية الأرض، عيسى، وسلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم. لازم نفهم المعنى للإسراء والمعراج. ليست قصة الإسراء والمعراج انها سوالف، هي معجزة، قصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها، لكن معانيها كبيرة. انت ماسك الراية ليست في يدك فقط يا محمد، بل منك والى امتك من بعدك. هو يصلي الان الله اكبر، والانبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الاقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه. الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. ثم قال الله بعد ايش؟ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا. ترى قبل الاسراء كان فيه موسى عليه السلام، قال ذرية من حملنا ايش؟ مع نوح. موسى ونوح يا محمد، قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح، وجاء الانبياء الى هذا الطريق. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الحدث اليوم في الاسراء، وامس كان مع موسى وقبل امس كان مع نوح، الارض كلها لله. ايضا فيه لفتة ثانية، الرسول مر على طريقه وين؟ على ايش؟ وش شاف في الطريق؟ هو على البراق الحين، شاف جبل الطور، هذا في الرجعة شاف القبيلة، في الذهاب شاف جبل الطور موسى، ومر على بيت لحم عيسى، ومر على مسرى ابراهيم لما مشى وتحرك الى فلسطين عليهم السلام جميعا. صلى ركعتين واحضر جبريل، انتهت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والانبياء موجودين، فجاء جبريل فاحضر اناءين، اناء فيه لبن واناء فيه خمر، فقال خذ يا محمد اشرب. والخمر معروض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقتها لم يحرم، النبي لم يشرب الخمر لا قبل الاسلام ولا بعد، يعني لا قبل بعثته ولا بعد عليه الصلاة والسلام. فمد النبي، وهذه في اشارة، هذه اول اشارة ان الخمر غير مقبول. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده واخذ ايش؟ اللبن، وقال هديت الى الفطرة وهديت امتك اليها. وش الموضوع؟ وش الرمز؟ ليش اختار اللبن؟ مين يعطيني؟ اعطوني فيه، هو قريب من المعنى. معناته اننا رمز ان الله خلق الشيء، ناخذ الشيء الذي لم يتغير، كأن الله يقول لا تتغيرون يا جماعة، اللبن صافي، هذا هو طبيعته، لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عشوائيا، هذه منهجية تفكير. الرسول مو مد يده بس 1 2 3 4 10، لا، الرسول شاف اللبن والخمر فجلس يفكر، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالفطرة صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. الان الانبياء شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الارض، وتاريخ الانبياء كأن الله يقول يا محمد مرينا بك على طريق الانبياء وشفتهم في الارض، الان سنحلق بك حتى ترى السماء. اجتمعت للرسول رؤيتين، رؤية الارض ورؤية السماء، وكأنها الرؤيا حتى نرضيك ايضا يا محمد وترى ملكوتنا في سماوات رب العالمين. وجاء الان المعراج. المعراج يقال انه مثل السلم لكن لم يوصف. المعراج هو ما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل ان المعراج هو اسم للعروج للصعود، وان النبي صعد على البراق ايضا مع جبريل عليه السلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به ويرتفع في لحظات. كم تتوقعون جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري الوقت الذي قضاه. عندنا نص صريح في القرآن يقول ليلا، ورجع الرسول ليلا، خرج ليلا من مكة للمسجد الأقصى، صلى بالأنبياء ورجع في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم. أقرب نجم إلينا هذه السنوات الضوئية، يقولون سفينة الفضاء الكبيرة تصل إلى أقرب نجم، أقرب كوكب لنا تصل له 7000 كيلو تسيرها في الساعة، تصل بعد 3 سنوات. هذه أسرع سفينة فضاء. حتى تصل إلى أقرب كوكب أقرب نجم تحتاج 3 سنوات، وقال بعضهم 3 سنوات ضوئية، والسنة الضوئية حدث ولا حرج. كيف نستطيع نحن أن نصل